وحشتوني جدا جدا والله العظيم، وحشتونا قوي. يا رب كلكم تكونوا بخير، ويا رب اموركم كلها تكون تمام. ربنا ما يحرمنا منكم ابدا ولا من سؤالكم علينا. احنا بخير الحمد لله وزي الفل. بقالي كذا يوم بحاول ان انا اصلا اصور الفيديو ومش عارفه ابدا ازاي واروح فين واقول ايه، ومش عارفه ان انا اقف قدام الكاميرا. بس انتوا وحشتوني وحشني التصوير وحشتني الفيديوهات، فان شاء الله الراجعه المره دي تكون راجعه كده خير، وباذن الله كله يبقى تمام. وبصراحه يعني انا قلت بمناسبه الرجعه الحلوه ديت اعمل معاكم كيكه حلوه. اختكم نهوده اول مره ان هي تعملها، فهنشوف مع بعض هي هتنجح مش هتنجح. ليه بقى؟ لان ربنا ما يشمت فيا حوده، لان هو بقاله كذا يوم كده كل شويه رايح. والله هشمت والله. اخوكوا حوده بقاله كذا يوم كده رايح فين يا حوده؟ رايح اشتري كيك. جاي منين يا حوده؟ جاي اشتري كيك. فالكيكه ديت هي كانت طالعه ترند في فتره. تخنت والله. كلنا تخنا. واختكم نهوده بصوا والله زادت في الوزن، ما اعرفش ازاي. وفي الصيف وزدت في الوزن، انا ما اعرفش، انا المفروض ببقى رفيعه بس انا زدت في الوزن شويه. بس مش مشكله، تعالوا بقى نشوف الكيكه دي هنعملها ازاي. سمعت فيديوهات كتير قوي عشان اوصل لابسط طريقه واسهل طريقه، وان شاء الله تنجح معانا. الكيكه ديت اسمها اصعب من حياتي، سان سبستيان ولا مش والله العظيم بنطقها حتى غلط. يعني اصعب من حياتي كلها. انت لازم تحفظها، ما انت رايح تشتريها. يلا بينا يا حلوين على المطبخ كده. انا متاكده ان وحشتكم الفيديوهات بتاعتنا هدى. يلا بينا نعمل الكيكه مع بعض ونشوف المكونات، ولايك وشير وسبسكرايب، ويلا بينا. انا كده حطيت 5 بيضات. لو البيض صغير هنستخدم 6 بيضات او 5 بيضات متوسطين. انا هعمل كده صينيه متوسطه. على ما سمعت الفيديوهات ان هي بيضه بيضه تتعمل وتتحط على الخليط، بس هتاخد وقت اكتر، فانا يعني ايه وسطت الامور كده. انا هنا بحاول اتغاضى عن مشهد البيض ده ليه؟ عشان انت والله بتحب بحاول اتغاضى شكله. عن المشهد بتاع كلنا ما البيض. بنحبش شكل البيض. شويه فانيليا. كتر فانيليا عشان الريحه حلوه. بص يعني انا على ما سمعت في الفيديوهات ان المفروض الكيكه دي ما يتحطش فيها فانيليا اصلا، بس علشان البيض لازم نحط فانيليا. في ناس حاطه فانيليا، فانا حطيت نوعين من الفانيليا. هو مش هيبان ان شاء الله يعني. ان شاء الله خير. يعني لما طعم الفانيليا يبان في مش ريحة الكيك خالص. افضل ما ريحه البيض بصراحه تبقى ظاهره. فاكرين لما عملت الكيكه اليابانيه بتاعت زمان؟ انا حاسه ان دي قريبه منها. محمود بيقول لي لا، وانا حاسه ان هي شبهها، بس التانية كانت بتستوي على البخار وميه وحوار وبتاع. بيقول لك بقى اللي بتبوظ الكيكه دي تظبط معاه، وانا ببوظ كيكه الشاي وانتوا عارفين. لا بس انا متفائل ان دي تبقى احسن بصراحه. محمود الفيديوهات كلها بتقول لك ايه؟ بتقول لك اللي الكيكه بتهبط منها الكيكه دي تنفعها، اللي الكيكه بتتحرق منها الكيكه دي تنفعها. ليه؟ عايزينها هابطه وعايزينها مشققه وعايزينها محروقه. فبسم الله ما شاء الله، اللي فاشل في الكيكه هينجح في الكيكه دي ان شاء الله خير. يعني. نخفقه بس يعني كاننا رايحين نعمل بيض اومليت كده. البيض خلص. لا والله ريحه الفانيليا دي حلوه. خلاص كده غطينا النوع ده. مش اول مره استخدمها، بس كان في فتره ما كنتش بلاقيها على فكره في السوبر ماركت. لما لقيتها جبتها. بيبقى فيها تقريبا 20 باكت، بس ريحتها حلوه قوي. والسائله دي برضو النوع بتاعها حلو. هي نفس الشركه ولا مش عارفه؟ ما اعتقدش، بس برضو دي ريحتها حلوه. بصي هو اعتقد ان مش دي تحديدا اللي احنا كنا بنستخدمها في الفانيليا، بس هي كانت حاجه شبهها اسمها جرينز تقريبا. لا هي دي كنا بنستخدمها. دي ما اعرفش دي نفس الماركه ولا لا. مش عارف بس انا بتهيألي كنا بنستخدم جرينز، بس عامه دي قويه. انزلوا تحت في الكومنتات واكتبوا لي مطبخ نهوده، ونهوده وحشتكم قد ايه. وطبعا حوده. بصوا بقى يا حلوين، هنا كده انا استخدمت علبتين جبنه. العلبه 500 جرام. استخدمها جبنه اللي هي الكريمي، ممكن تستخدموا لبنه، المهم ان هي تكون جبنه كريمي. بصوا يعني نهرس الايه. هي مالها شبه الكريم شانتيه كده ليه؟ ما هي جبنه كريمه يا حوده. المضرب ده انا كنت شاريه جديد، مش قوي. احسن حاجه. فهنجيب بتاع الايه. بجد ركزوا معايا عشان لو نجحت هي هتوفر علينا كتير قوي. لو عايزين تستخدموا الهاند بلندر او تستخدموا اللي هو بالكهرباء، ما تعملوهاش يدوي. لازم تخفقوا الحاجه على اقل درجه عندكم عشان ما تبوظش منكم. طب انت ما استخدمتيش الهاند بلندر ليه؟ انا عايزه بقى امشي مظبوط، انا مش عايزه ابوظ بصراحه. هو الطبيعي ان هي المفروض ما نستخدمش فيها كهرباء، ان احنا نستخدم يدوي. تمام. فانا بحاول اتفادى الاخطاء، فانا بقول لهم كل يعني كده ان التفاصيل. شاء الله مفيش اخطاء. الله اعلم. وانا اتفقنا ان احنا ندفع 120 جنيه في القطعه كل يوم. انت عارف بقى كنت هنسى اجيب ايه؟ اه. اتفضل يا سيدي. ايه؟ السكر. تخيلوا كانت تبوظ علشان شويه سكر. المهم الكميه ديت هنستخدم عليها كوبايه سكر كبيره كده. ماشي. هنحطها هنا كده على النبي عسل. بس بقى يا حد ما تحرجنيش، انا اصلا متوتره لوحدي. لا انزلوا في الكومنتات شجعوا اختكم هدى، امان عليكم. نحاول ان احنا السكر ان هو يدوب، هو ان شاء الله هيدوب. بس والله حاسسها كويسه عن النهايه. والله يا حبيبي والله العظيم انا سمعت بدل الشيف 20 بيقول لك اللي بيفشل معاها الكيكه العاديه، الكيكه دي بالذات هتنجح معاها. فان شاء الله خير. الكميه ديت هنحتاج عليها 500 مللي من الكريمه اللي هي بتاعت الحلويات. هناخد منها شويه هنا كده على الدقيق ده.
هنا انا حطيت حوالي 3 معالق دقيق ونص معلقه نشا علشان تمسك. هحط عليها شويه كده من الكريمه ديت واقلبها علشان نفكها كده. بقيه الكريمه هنستخدمها بس في الاخر. بص بقى مش هنحط خليط البيض كله، احنا هنحط كاننا بنحط بيضه ببيضه، فاهمين؟ كتير من الاكل في بدايته كده سبحان الله بتعمل هو اه ما تبقاش احسن ما حاجه تبقاش عاطفيه. خالص. اما بس محمود تاكلي كده انا فاكره الكيكه اليابانيه كانت آه. عليها بيض اكتر من كده بكتير. كانت كانت كلها بيض. نزلوها على السان سباستيان كيك دي يا جدعان، ده بتبقى حوار. لكن طب والله العظيم انا مش جاي لقلبي ان انا اوريكم الديتيلز دي علشان خاطر انا ما اجرحش مشاعرك. مشاعركم. تخيلوا. بصوا انا كده احط عليها بشره ليمون، يعني بشره صغيره بس كده. انا شفت ناس حاطه عليها. انا زي ما قلت لكم انا مجمعه من الفيديوهات كذا فكره وعشان نطلع احسن حاجه. بس والله العظيم هي مش صعبه، خطواتها مش صعبه خالص، هي الفكره في نجاحها. ان شاء الله تنجح ان شاء الله تنجح باذن الله. كتروا عليها دقيق علشان ما تبقاش عباره عن دقيق، هي بس الدقيق بس كام معلقه دول بيتحطوا عليها علشان تمسكها. في ناس بتحط نشا بس، يعني مثلا بدل 3 معالق دقيق بتحط كلها مثلا 3 معالق نشا، وفي ناس بتحط مثلا معلقتين دقيق ومعلقه نشا. فانتوا جربوا كده بقى وجربوا كده وشوفوا الطعم اللي يطلع معاكم ايه. لا يظبط معاكم هتندوب. انا بصراحه مكست الاتنين مع بعض. بص انا احط واحده واحده لان ممكن احس ان هي مش محتاجه الكميه كلها برضو. انت عارف احنا هنعرف هي هتوفر في قد ايه لما نحسب الاول هي كلفت قد ايه. هي كلفت قد ايه بقى؟ ممكن تكون داخله لها في 1000 جنيه نهار تكلفه أبيض. متهيألي. انا اروح اجيبهم ب 120 جنيه اسرع. ممكن تبقى عامله لها دي ممكن تبقى داخله لها في 800 700 مثلا كده. ودي دخلت في وسط المشتريات وانا بشتري كده وحسبت من غير ما اخد بالي، صح؟ اللي هو احنا هنعمل كيكه يا حبيبي، فرحت جايبه جبنه. محمود هو مش انت اللي ورحت جايبة طالبها؟ حاجات. قسما بالله يا جماعه هو اللي طالبها، والله العظيم كل شويه رايح فين يا محمود، رايح اجيب قطعه ويروح يجيب قطعه ويجي، يعني بيروح يجيب بالقطعه يجيب قطعه ويجي. والله العظيم. فانا مالي. بصوا شوفوا الخليط بقى عامل ازاي. بصوا بصوا قوامه، والله العظيم تحسها قشطه كده، فاهمين؟ يعني ما اعرفش دي هتستوي ازاي بقى مان. بصوا لازم تتاكدوا بقى ان مفيش فيها اي حاجه لازقه في الارضيه زي جبنه كده. ان شاء الله ما فيش فيها حاجه. انا خايفه قوي ما تستويش بجد. دي هتستوي باذن الله. بصوا انا ما عنديش الصينيه اللي هي بتتفتح بتاعه الكيكه، ولما سالت عليها لقيت التكلفه هتبقى يعني عشان اعمل كيكايه اكلف على التكلفه دي كلها، ولو باظت فانا حاسه ان كان هيبقى شكلي وحش قوي، فانا قلت بلاش اشتري صينيه. تبيش نفسك. اتفضل. فانا قلت بلاش اشتري صينيه. كفاية بس والله العظيم ومالكوا عليا حلفان لو نجحت معايا الكيكه لا اجيب لكم الصينيه اللي بتتفتح من الجنب، اصبروا عليا بس. هنا بقى عملت ايه؟ جبت ورق زبده وحطيته كده، بيقول لك هو لازم يتحط كده يعني بشكل عشوائي، مش لازم يكون منسق يعني. فردته وعملته كده خليته اطول مركزين معايا. هي المفروض بتزيد محمود. اللحظه دي يا جماعه دي هتستوي ازاي؟ يعني من انهي اتجاه هتستوي؟ انا ان عايزه. شاء الله تستوي هتبقى 100 100. وقال ايه؟ بيقول لك هتتحط في الفرن نص ساعه بس. وبعد النص ساعه خلاص هي كده استوت. معقول؟ لا مش معقول. انا مش مقتنعه بصراحه يعني. انا اكذب عليكم انا بجرب. المفروض ان هي بتعلى قوي، فالغرض اصلا من انكم تحطوا الورق الزبده ده وترفعوه كده عشان ما توقعش. فيا رب بقى ايه، مش عايزاها انها ترتفع زياده عن اللزوم. انا اعتقد كده هتبقى كويسه ان شاء الله. يعني انت كده ضمنوها على ضمانتك، يعني على مسؤوليتك. مش قوي يعني. هاخدها خبطتين الفرن على درجه حراره 220 ويكون سخن، وبعدين نحط الكيكه ديت. بيقول لك هي نص ساعه المفروض تستوي. نص ساعه افتحوا عليها الفرن على طول عشان هي تكون قبه تقوم هبطانه، سر النجاح الهبطان. وتاخد طبعا وش وكده. فانا هشارك معاكم بقيه التفاصيل. اشوفكم بعد ما تستوي ان شاء الله. النهارده تاني يوم بعد يعني فترات طويله في الفرن. الكيكه ديت اخدت مني تقريبا ساعه الا ربع، ما اخدتش نص ساعه زي ما الفيديوهات قالت. ما اعرفش بقى العيب في الفرن بتاعي ولا المشكله فين بالظبط، انا ما اعرفش، بس هو اخد مني ساعه الا ربع. المهم ان الكيكه فجاه لقيتها كده احمرت وبقى لونها جميل وريحتها حلوه وتحسها كانها متكرمله كده. اتفرجوا على الحلاوه والجمال والطعام. هنا دي خيانه مش مني والله العظيم. محمود بعد ما سبتها بتاع 4 ساعات تبرد مصمم ان هو يدوقها. قلت له طعمها مش هتبقى حلو، الناس كلها قالت لازم تبرد قوي وتتحط في التلاجة. يقول لي لا ادوقها.
انا عن نفسي انا دقتها ولقيتها حسيتها شبه الكريم كراميل اللي قلت البتاع باظت او كاستر او كده، هو ما عجبتوش بس بصراحه. الصراحه يا جماعه انا ظلمتها اول لما دوقتها، كنت ضايقها وهي سخنه، حتى كانت شفت لسه فيديو دافية. على التيك توك ان هي مش احسن حاجه في الطعم. صدمنا، باتت يعتبر مثلا عدت ال10 ساعات اخدت منها اختلفت خالص، شريحه يعني حتى الريحه اللي كانت رهيبه. فيها راحت، ما فيش فيها اي ريحه. لا دي كانت بصوا، فيها ريحه في الاول، لا وهي ما سخنه دي حسيتهاش. نكره لا وهي لا ما بارده حسيتهاش نكره خالص. تانية. فلا فعلا لازم تفضل في التلاجة تفوقتي فتره على القطعه طويله. ام 120 اللي انا كنت بشتريها. هبقى حالك ب 125 بالقطعه. بس انا حاسه ان انا غلطت غلط الصراحه، ان المفروض ان الصينيه كانت تبقى اصغر من كده بحيث ان ارتفاعها كان يبقى اعلى. هي كانت علت وبعدين هبطت، فالمفروض ان هي كانت تبقى اعلى شويه بحيث ان سمك الكيك يبقى اعلى شويه. حاسه ان هو كان هيبقى احسن. تعالوا كده نقطعها مع بعض. يا جماعه ريحتها والله العظيم طالعه تحفه، دوبان دوبان مش محتاجه. والله العظيم احلى من اللي بره، لسبب مش تشكير فيها، انا ما عملتش فيها حاجه جديده على فكره. الخامات نظيفه، نوع الجبنه حلو قوي، ومفيش فيها دقيق، فلا تحفه. كانت محتاجه تبقى اتخن عشان الوقفه دي. هو انا اعتقد حوده حب الكيكه ديت علشان الحركه اللي احنا رايحين نعملها دي. محمود امبارح هو اللي عمل الصوص ده. نكتر بقى، كتر على قد ما تقدر. كان في التلاجة فساقع. الله. حوده بامانه انت لازم تدوقها وتقولي رايك، عشان هو سوحني امبارح في اللايف، ده حرجني حته احراج، قال لي طعمها وحش. لا بس والله الموضوع مختلف. ظلمتني والله وظلمت الكيكه، لازم تبرد. نصيحه مني، لو عندكم جوازاتكم بياكلوا الحاجه بسرعه ومستعجلين على الحاجه المسكره، خبوها واعملوها من وراهم وظهروها تاني يوم. وما تطلبوش منهم تقييم. انا ادوق قبل حوده. بسم الله. قسما بالله تتفوق عن بتاعه المحلات بياما بياما، والله العظيم تحفه. تسلم ايدك. تحفه، وانا عندي استطاعه كلها من غير صوص. تعالى هنا كده، تعالى لي تعالى لي. تعالى تعالى يا اللي بهدلتني امبارح، تعالى. حلوه. ها كم من 10 بامانه ربنا، عشان هم هيجربوها. والله 10 من 10. هي احلى ولا اللي بتشتريها؟ لا هي دي طعم الجبنه فيها احلى، والتانية تحس فيها دقيق اكتر عشان يكتروا الكميه. دي فعلا. عباره عن جبنه بس. دي جبنه بس، التانية بيبقى فيها حته ممكن، بس برضو المكان خلي بالك اللي احنا بنجيب منه. يعني برضو انا غلطانه؟ لا انت مش غلطان. يعني انا مش عشان عاجباك؟ برضو اوكي يا فندم، استنى بس، لا انا ما قلتش اسامي. ده واحد كل الاماكن برضو. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 في 100 800 جنيه و25 في كل. لا بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، ده بيكسبوا كتير قوي. تحسبوا القطعه اللي بتاخدوا احنا لما علينا من ده تصدق بسم الله ما شاء الله معديه ال1000 جنيه. سبوبه حلوه يا ولاد والله العظيم. عجبتني، هعتمدها، بس المره الجايه هخلي سمكها اعلى شويه. وجربوها وقولوا لي حبيتوها ولا لا، او بتعملوها اصلا بنفس الطريقه ولا بتحطوا عليها تاتشات مختلفه. بس كده انا حبيت ان انا ارجع لكم، وده كان الغرض من الفيديو اصلا. فحبيت اعمل حاجه حلوه كده معاكم عشان انتوا ناس حلوه تستاهلوا كل حاجه حلوه. وباذن الله اكون معاكم على طول، ومش هنغيب ومش هنطول عليكم، ونرجع لكم على القناه الثانيه انا وحوده. بس دعواتكم لينا، وربنا ما يحرمنا منكم ابدا ولا من سؤالكم علينا، وربنا يديمكم نعمه في حياتنا. وعايزاكم كده تنزلوا في الكومنتات تشجعونا وتدونا كده طاقه حلوه، زي ما بتاخدوا من محمود ونهاد طاقه كويسه. انا عايزاكم انتوا اللي تدونا طاقه حلوه عشان تساعدونا وتشجعونا ان احنا نرجع. والله العظيم ربنا يعلم ان الكلام هيفرق معانا ازاي، وربنا يعلم باللي بيبقى بداخلنا اصلا، يعني مش دايما الظاهر زي الحقيقي. فاحنا محتاجين دعوتكم، ومحتاجين ان انتوا تجبروا خاطرنا بكلمه حلوه وتشجعونا كده وتحمسونا، ونرجع لكم ان شاء الله قريب قريب قريب. وانا هبقى موجوده معاكم هنا لحد ما حوده ان شاء الله يخلص الحاجات اللي بيعملها، ويبقى معاكم على القناه الثانيه باذن الله باحلى واجمل فيديوهات تليق بيكم. اشوفكم على خير ان شاء الله، واسيبكم في رعايه الله، وانزلوا برضو طمنونا عليكم. ويلا يا اخواتي، اسيبكم واشوفكم في فيديوهات احلى واحلى واحلى، ومع السلامه.